التجربة زي ما قلت قبل كده هي المكسب الحقيقي اللي بنتعلم منه أكتر. جربوا حاجات جديدة ومجالات تانية ممكن تكتشفوا نفسكم فيها وتتعرفوا على نفسكم أكتر وأكتر. ودي كانت أول نقطة حبيت أبدأ معاكم بيها. وتاني حاجة هي إننا نتابع الناس الناجحة في حياتها، سواء كانوا مشهورين أو حتى ناس عادية، ونسمع قصصهم أو فيديوهاتهم. وحتى لو في أشخاص ناجحين إحنا نعرفهم وفي دايرتنا القريبة، مش هيكون في مشكلة لو سألناهم عن روتين حياتهم وإيه أهم النصايح اللي ممكن يدوها لنا وتناسبنا. وتالت نقطة هتكلم معاكم فيها هتخلينا نرجع بذاكرتنا لورا شوية، وهي إننا نفتكر إيه المواد اللي كنا بندرسها زمان في المدرسة وكنا بنحبها وبنميل ليها وبنستنى حصتها دايما. وعلى حسب كل مادة كنتوا بتحبوها ده هيساعدكم تعرفوا طريقة تفكيركم وشخصيتكم على المستوى العلمي.